ليش ضعفان يا اخوي؟ والله نازل 26 كيلو يا اخوي، 26 كيلو في شهرين نزلتهم. والله يا قلبي، لانه اجت فتره، والله يا جماعه الخير انا بحياتي ما سمنت والله. يعني عندي صور حتى من اول ما انا جيت على الدنيا بحب اتصور، يعني عندي صور من زمان. كنت اكل اخضر ويابس، خبز، سكر، اي شيء، معجنات، اي شيء بيسمن، اي شيء بيعمل كرش كنت اكل والله العظيم. ولا كنت بحياتي فكرت اعمل رجيم ولا شيء مثل هذا. طبيعة جسمي الحمد لله بيحرق بسرعة، يعني ما بسمن. بتعرفوا النوعية اللي قد ما بياكل ما بيسمن؟ انا هيك جسمي الحمد لله. وزني كان دائما كان وزني بين ال 72 يطلع لل 76، 72 ل 76، 72 76، ابدا وزني ما يزيدش فوق ال 76 ما يطلعش وزني. شو ما اكلت شو ما عملت. لما وقعت عقد مع النونو وبدات في البطوط وكذا، شايفين هذا الكرسي يا جماعه الخير؟ تخيلوا انه انا كل يوم اضل قاعد على هذا الكرسي. احيانا اللي كان يتابعني على النونو كنا نفتح 13 ساعه، 10 ساعات، 12 ساعه. تخيلوا انه انا كل يوم 12 ساعه 13 ساعه قاعد على هذا الكرسي، والله العظيم يا جماعه الخير. وهي اللي كانوا يشاهدوني بوقتها على اللايف كانوا يعرفوا. المشكله كمان مش في 12 ساعه و 13 ساعه. المشكله انه انا قبل ما افتح البث كمان بقعد ساعتين على هذا الكرسي او 3 ساعات تصوير، بقعد بصور فيديو وبضل امنتج فيه ساعتين 3 ساعات لاخلص الفيديو وانزله. بعدها والله يا جماعه الخير بفتح لايف. يعني حشاكم ما كنتش اقوم من هذا الكرسي غير لما اروح مثلا بدي اكل او ادخل التواليت او هيك بسرعه، واجي اضل قاعد اخلص الفيديو 3 ساعات، افتح بث 10 ساعات، 12 ساعه، 15 ساعه من عمري كل يوم انا قاعد على هذا الكرسي لمده سنتين تقريبا. سنتين عشت هذه الايام والله. اضل قاعد على هذا الكرسي. خلصت شغل افتح الديسكورد مع الشباب، اجهز لفيديوهات بكره، لشغل بكره، شوف عندي شغل لبكره شو كذا، افتح البلان تبعي، المخطط تبع بكره، شو بدنا نعمل بكره، شو بدنا نعمل فلايت، كله انا قاعد يا جماعه الخير، كله انا قاعد. خلص الشغل لبكره، جهز الشغل لبكره، تكون صارت الساعه 3 4 الفجر. شكرا يا ولد طائف. وبعدها شو اعمل؟ اروح انام. يعني تخيلوا من قاعده 14 ساعه 15 ساعه على الكرسي، اقوم واروح انام. اصحى ثاني يوم والله يا جماعه الخير كان في القهوه عندنا، وين ما المطعم تبعي حاليا، جنب المطعم تبعي في قهوه. اروح اجيب منها قهوه واجي اقعد نفس القعده، افتح هذا تصوير، اخلص تصوير، مونتاج، خلصت مونتاج كذا، ابدا اجهز. اذا ما جهزت امبارح البلان تبع اللايف اجهز البلان تبع اللايف، افتح اللايف. كذاب تقعد 5 أو 6 ساعات فقط. ما كنت في ايام افتح 12 و13 ساعه، هذا مش حاضر كل البطولات تبعنا. ايام اخر الشهر لما ما نلحق على الواتش تايم الكويس، ما نجيب الساعات الكويسه، اخر اسبوع اخر 10 ايام نضل نفتح ب 12 ساعه وب 13 ساعه. وحتى لما كنت افتح بس 6 ساعات مفكر انه ما عندي شغل تاني على الكمبيوتر غير اللايف. فكان عندي، كنت اخذ احيانا يومين عطله في الشهر، هدول يومين عطله اطلع اتمشى فيهم. يوم ما اروح اجيب قهوه اطلع اتمشى للقهوه، اجيب قهوه اشربها، اعمل لفه هيك سريعه، شغل 10 دقائق 20 دقيقه وارجع للبيت. سنتين عشت هذه الحاله. المشكله في الكبيره كانت اللي تواجهني دائما انه انا ما كان عندي وقت انه انا حتى اطبخ او اسوي اكل. فهمتوا علي كيف؟ يعني المفروض واحد بيقعد قاعده زي هذه المفروض يحاول بقدر الامكان انه هو يطلع اقل الخسائر، انه هو ما ياكل اشياء يعني خبز وسكر وهيك. فما كان عندي وقت انه انا اطبخ. امسك التليفون يا جماعه الخير اتصل بالمطعم، بدي بيتزا، بدي همبرجر، بدي شاورما كذا، كلها اكلات يعني شيء على كيفكم. يعني اول ما بتاكل الحاجه بتاخذ تاكسي من تمك بتنزل لجنابك ولكرشتك فورا. حبيبي يا عبود الله يسعدك. فضليت سنتين عايش هذه الحاله. كان عندي البراد هان في الاستوديو كله مشروبات. شو هي المشروبات؟ كلها كولا، سبرايت، فان، كلها اشياء بسكر، كلها اشياء بسكر.
سكر. اشرب شاي كل يوم 3 4 كاسات شاي، معلقتين 3 معالق سكر، قهوتي بسكر، كل شيء بسكر، سنتين والله العظيم يا جماعه الخير. تخيلوا انه وزني كان مستحيل يطلع فوق ال 76، مستحيل. من 76 صار وزني 105 ونص، وصلت لل 106 تقريبا جماعة الجزائر، اخوتنا الجزائريين تفهمونيش غلط. والله العظيم 105 ونص 106 وصل الوزن والله العظيم. ها بتلعبوا بتعرفوا شو اسمها البولينج هاي تبع هاي الكرة اللي بترميها هيك البولينج. المهم رحنا لاستوديو فيه بيلعبوا هذا البولينج وهيك، فالاستوديو كان حلو، صورت كم صورة حلوة هناك أنا وأخوي، فنزلت منهم صورة بوقتها ستوري على الانستغرام. والصورة وما قدرت أنزل صورة بوست، والله العظيم يا جماعة الخير قاعد بتطلع في الصورة بقول بدي بلاقيها الآن، مشكلة أروح ندور لكم عليها بين كم صورة عندي في الاستوديو. أنا عندي 20,000 صورة يا جماعة الخير، انسوا الموضوع. فبتطلع بالصورة هيك وجهي من هان يا جماعة الخير، والله العظيم هيك من هان. جنابي من ورا عندي صورة كمان هيك من هون من الجناب، هيك خصري يا جماعة الخير، هيك جناب عندي. عبود حبيبي والله. بطني كذا، أنا ما كنت منتبه حالي والله العظيم. الشخص أحيانا ما بينتبه حاله وما بقيس وزني. فلما قعدت اطلع على الصور هيك والله العظيم قمت وقست حالي على الميزان. تخيلوا يا جماعة الخير وزني فوق ال 105. والله العظيم كانت أكبر صدمة بحياتي بجد إنه وزني بيوصل لهذا يعني لهذا بس والله إنه أنا طبيعة جسمي الحمد لله بتحرق بسرعة. تخيلوا لو شخص تاني مكاني عاش السنتين هدول اللي أنا عشتهم مع هذا الأكل مع هذه القعدة كل يوم، كان يمكن وزنه صار 150، بس الحمد لله بس لل 105. فهذا بعد ما تركت، بعد ما فصلوا لي عقدي، اول شيء قلت بعمله لازم انه انا انحف يا جماعه الخير، لازم انه انا اترك البطوله، لازم اترك القعده هذه وكذا. رحت المطعم، انشغلت بالمطعم كثير، فما عادش اركض، ما عادش اعمل اي شيء لانه ما عادش عندي وقت. فصار كل يوم لازم انه انا اجهز للمطعم واعمل واسوي وطلبيات وكذا، وجهز هاي وجهز هاي وجهز هاي، وكان عندي ضغط كبير لانه انا عملت وقت للافتتاح. الوقت هذا كان بعد 3 اسابيع، وفي 3 اسابيع كنت لازم اعمل شيء من الصفر، يعني من الالف للياء كل شيء يكون جاهز. حبيبي يا عبود. فانشغلت على الرياضه وما عادش عملت رياضه وكذا. حتى رجيم ما قدرتش اعمل رجيم لانه انا بالوقت اللي نزلت فيه 10 كيلو 11 كيلو كمان صرت اكل اكل صحي وكذا. فلما رجعت انشغلت بالمطعم، ورجعت اطلب بالمطعم مره ثانيه، رجعت اكل بيتزا، رجعت اكل شاورما، رجعت اكل الاكل هذا مره ثانيه، لانه ما عندي وقت انه انا اروح البيت واطبخ واسوي اكل صحي وكذا. رجعت وصلت تقريبا لل 96، زدت بس 2 كيلو. فبعدها بعد ما فتح المطعم وكل شيء، اول شهر انشغلت كمان بالمطعم. بعدها قلت الان ستوب، لازم انه انا اعمل حل لموضوع السمنه هذا. بديش وزني يوصل فوق ال 120. فقلت ابتداء من اليوم يا جماعه الخير، شوفوا الاراده، والله العظيم انا عندي الاراده قويه الحمد لله. قلت ابتداء من اليوم يا جماعه الخير ما فيش سكر. هذا الحكي قبل 3 شهور 4 شهور من الان. قلت ابتداء من اليوم اي شيء اسمه سكر امحيه من حياتي. قهوتي بشربها عبود، بشربها عشان لانه انا صعب تكون متعود على السكر، صعب انه انت تقطع السكر فجأة. فصرت اشربها بسكرين، احط بس 2 سكرين. السكرين مع انه كمان هو مضر ما بنصحكم فيه، صرت احط 2 سكرين بالقهوة. الشاي حبيبي عبود والله يسعدك. شو اسم قصة شعرك؟ قصة شعري قصة تانية دي بحكي لكم عليها بعدين. فصرت اشرب القهوة والشاي بالسكرين، واي شيء له علاقه بالسكر. الكوكا كولا حتى كوكا كولا لايت او زيرو ما اشربها كثير، يعني يمكن علبه في الاسبوع هيك، حتى زيرو سكر ها ما اشربها كثير. شو كمان اكل، عملت رجيم تقريبا، صرت باليوم الواحد لانه انا عندي ما بعرف شو، ما رحت عند الدكتور عشان هذا الموضوع. راحت الحمد لله. كان عندي مشكله اذا انا ما اكلت لمده 3 ساعات او 4 ساعات بدوخ. ف يعني تخيلوا انه انا بدوخ، ممكن انه انا يغمى علي يعني، فبصير ارجف هيك، ما بعرف بصير عندي هبوط في السكر او ما بعرف شو بصير معي. فكل 4 ساعات يا جماعة الخير اكل تفاحة،
اكل بس ادوخ، بس احس حالي ادوخ، اكل تفاحه، اكل كذا، بس عشان انه انا ما اضل دايخ. شو كمان اكل؟ ويلي ويلي على العبود، شكرا على القلب يا قلب. هلا بالغالي، هلا حبيبي. اكل تفاحه، احط صدور دجاج بالفرن، اكل صدور دجاج هيك بس عشان البروتينات وهيك. ولكن الشيء الغلط اللي صار معي انه انا قبلها كنت متمرن وسويت، بنيت شوية عضلات، فلما عملت هذا الرجيم القاسي كل شيء راح. يعني ما نزلتش الدهون، بس نزلت حتى العضل وكل شيء، فقلت عادي مش مشكلة، المهم انه انا اخلص من هاي.